بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو ده الكلام. هو ده الكلام. مجلس إدارة الأهلي ألف شكر. ومش عارف أقول يعني. أنا أسعد واحد النهاردة، مش عشان إقالة كولر وتعيين مجلس إدارة جديد والكلام ده كله، لأ. لأن الإدارة بتسمع. الإدارة بتسمع وحاسة بنبض الناس وعايزة ترضي الناس، وده في حد ذاته شيء كويس ومحمود. النهارده الحمد لله رب العالمين تم إقالة محمد رمضان. سيبك من موضوع توجيه الشكر، ده بروتوكول الأهلي بيعمله، لأن عملوا مع سامي قمصان، عملوا مع الجهاز كله على إن هم تقدموا باستقالتهم والمجلس قبل الاستقالة. فدي خطوة على الطريق الصحيح، خطوة على الطريق الصحيح. إقالة محمد رمضان، والأحلى والأجمل من ده كله تعيين محمد يوسف مدير للكورة، مدير للنشاط الرياضي. شيء في منتهى الجمال. ناس فعلا كده بتفكروا لبكره الدنيا هتمشي ازاي. وزي ما طالبنا ووجهنا وقلنا وطلبنا وترجينا مجلس اداره الاهلي، ان شاء الله الحمد لله تم الاستقرار فعلا على محمد شوقي وعلى عماد النحاس. برضو كنا طلبناه، لو رجعت الفيديوهات القديمه قلنا يا عماد النحاس يا علي ماهر. والحمد لله انا متفائل خير في عماد النحاس ومعاه محمد شوقي. محمد شوقي على فكره هيبقى مدرب كبير الفترات الجايه. محمد شوقي هيبقى مدرب كبير، وانا شايف ان هم بامر الله بامر الله بامر الله هيقدروا يعملوا حاجه ويقدروا يقدموا كوره كويسه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. لان دي ناس مصريه عارفه اللعيبه اللي موجوده ظروفها ايه، وعارفه امكانيات اللعيبه، وعارفه حجم النادي الاهلي. وده اهم شيء في اي مدرب. زائد بقى ان هو هيدي اريحيه لمجلس الاداره انه يختار مدير فني اجنبي عالمي بالراحة. بالراحة. احنا مش مستعجلين، احنا واثقين في الناس دي، ويا ريتهم يقدموا عروض كويسة ويقدروا يثبتوا نفسهم ويكملوا. انا عن نفسي مقتنع ان الاتنين دول لو كملوا هيبقوا حاجة حلوة قوي. وطبعا من وراهم محمد يوسف، مدير رياضي فاهم وعارف وواعي واداريا كويس جدا، وفنيا برضه هيقدر يدي نصايح وتوجيهات وهم هيقبلوا منه. أسرة الأهلي بتقبل من بعضها الكلام، محدش هيتكبر على حد. فده شيء جميل جدا من كابتن محمود الخطيب ومن مجلس الإدارة. والدنيا كده تمام، وبأسلوب محترم هنودع مارسيل كولر الفترة اللي جاية. نعمل له حفلة ونقول له شكرا. وفعلا هو شكرا. السنتين اللي قبل السنة دي شكرا. 11 بطولة في سنتين. وده شيء كبير، حاجة كويسة. مدير فني قدر يعمل حاجة. الله أعلم إيه اللي حصل بعد كده، الله أعلم الظروف والدواخل والإدارات، والله أعلم كان محمد رمضان ولا كان مين، ولا خالد الجوادي لما مشي ولا إيه. المهم دي كلها ظروف. إحنا كجماهير وكناس بنحب الكورة وكناس بنحب النادي الأهلي إحنا مش عارفين داخلياتها إيه. بس الحمد لله إحنا شلنا كل عوامل الفشل. محمد رمضان نحترمه على المستوى الشخصي، وراجل محترم وراجل كويس وبتاع ربنا وفاهم وامين وكل حاجه، لكن هو مش قادر يدير، وده مش عيب. مش كل انسان محترم يقدر ينفذ شغل معين، لا. في ناس لها امكانيات ولها مهارات ولها دنيا وتقدر تشتغل في حاجه تانية. برافو كابتن بيبو. شكرا مجلس اداره الاهلي. كل الدعم والمسانده للمدير الفني الجديد كابتن عماد النحاس القائم بمدير اعمال المدير الفني. واتمنى انه يفضل مدير فني، ومتفائلين فيهم خير ان شاء الله. ونشتغل بقى على قد ما نقدر. قدامنا 6 ماتشات، نكسب ال6 ماتشات وملناش دعوه لا بالزمالك ولا ببيراميدز. احنا نكسب ال6 ماتشات بتوعنا، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. طلعنا مركز اول خير وبركه. ما طلعناش مركز اول يبقى حافظنا على المركز التاني عشان نقدر نشارك في بطولة افريقيا السنة الجاية. ده
الهدف من الجهاز الفني الجديد، واذا اثبت مستوى انا مع كابتن محمود الخطيب لو حب يسيبهم جهاز كامل يلعب في كاس العالم. اذا الناس فعلا حسنت من المستوى وظهرت الدنيا كويسة، دي فرصة عظيمة لعماد النحاس، فرصة عظيمة لعماد النحاس ومحمد شوقي ان هم يعملوا اسم جديد وتاريخ جديد. هم ما يفرقوش حاجة عن المدربين الأجانب. المدربين الأجانب بينجحوا في الأهلي لأن في نظام وفي مجلس إدارة الأهلي وفي سيستم النادي الأهلي والدنيا دي. فدول طالما عندهم فكر ومعاهم مجلس إدارة بيسندهم، إن شاء الله ربنا يقويهم ويقدروا يكملوا ويقدروا يفرحوا جمهور النادي الأهلي كله في مصر والوطن العربي. يا رب على خير يا رب إن شاء الله. بالنسبة شوية حاجات صغيرة كده بالنسبة للوسط الرياضي اللي احنا ماشيين فيه. انا شايف في موضوع تأجيل مباراة الكاس، مش معنى ان بيراميدز منافس لينا والزمالك منافس لينا ان احنا نقف ضدهم. لا، احنا عندنا بيراميدز بيمثل مصر في البطولة الافريقية، وماتش الكاس معمول يوم 20 وهيبقى الفرق 3 ايام ولا حاجة عشان يروح يلعب مع سان داونز ماتش العودة، وقبلها هيبقى لاعب ماتش يوم 17. فاحنا كده بنقول للبيراميدز ما تاخدش البطولة الافريقية، وده عيب، ده عيب، ده غلط. احنا كأهلاوية يهمنا لو الزمالك مكمل في البطولة الافريقية نسنده، لو بيراميدز مكمل في البطولة الإفريقية نسنده، لأن في الأول وفي الآخر البطولة هتتقال بيراميدز المصري، الأهلي المصري، الزمالك المصري. كل ده ملوش دعوة بالمنافسة الداخلية اللي بيننا وبين بعض. على مجلس إدارة الاتحاد الكورة إنه يأجل الماتش لأي وقت، لأي وقت، لكن ما لازم يسيب أسبوع على الأقل للبيراميدز إنه يقدر يجهز نفسه لماتش العودة مع صن داونز. ما احناش عارفين النتيجة هنا هتبقى إيه، بس مش لازم نحط نفسنا في خانة اليك ونأجل في آخر لحظة. آه، أتمنى إن احنا ندعم كل الفرق المصرية مش الأهلي بس. أنا مشجع أهلاوي بحب الأهلي. يوم ما الأهلي ما بيتغلب ببقى حزين ومتنكد جدا. بس بيراميدز فريق مصري نتمنى نسنده وندعمه ونأجله الماتش. نرجع تاني لمارسيل كولر. جماهير النادي الأهلي كلها بتعتذر له على اللي حصل أثناء خروجه من الملعب وحدف عليه زجاجة المية. دول قلة قليلة، قلة قليلة، ده مش جمهور الأهلي. لو شفنا الأزاز اللي اترمت 20-30 إزازة، يعني 20-30 واحد، دول مش جمهور الأهلي. 20-30 واحد من ضمن 70-80 ألف متفرج، ده مش مقياس، ده مش جمهور الأهلي. وواجب ان مجلس اداره الاهلي يقدم له اعتذار في الحفله عن اللي بدر من بعض الجماهير، حتى لو هم مندسين هم انحسبوا على الجمهور الاهلي خلاص. فواجب نوجه له الاعتذار ونشكره على الفتره اللي فاتت، وقدر الله ما شاء فعل. ومجلس اداره الاهلي يتأنى وبالراحه. مدير الفني الاجنبي يجيبوه على مستوى عالي، يتسيبوا الجهاز دوت لو نجح. ده رأيي المتواضع كمشجع للأهلي وبحب الأهلي. أنا شايف إن الجهاز ده لو بدأ مش من الماتش الجاي، لا مش هنحكم على جهاز من ماتش، لا احنا هنستنى لما نشوف يعني على الأقل خالص الماتش اللي بعد اللي جاي. يعني نسيبهم ماتشين ونشوف، يعني يشتغلوا معانا 10-15 يوم. هو ده كافي بالنسبة لهم، لأن هم ناس رجليهم في الملعب ورجليهم وعينيهم دايما، وبيحللوا اللعيبة وشايفين اللعيبة وبيتفرجوا على اللعيبة وعارفين إمكانيات اللعيبة كلها. بس خطة اللعب والتنفيذ بتحتاج تدريب شوية، وما أعتقدش إن يومين ولا 3 أيام هيساعدوا الجهاز الفني إنه يحفظ اللعيبة طريقة اللعب اللي هم عايزين يلعبوا بيها. هيضطروا يلعبوا بطريقة معينة هتبقى مقياس، هيضيفوا حاجات صغيرة مش هيتقلوا على اللعيبة، بحيث إن الدنيا تمشي معاهم واحدة واحدة. فمعاهم 6 ماتشات، ربنا يعينهم عليهم ويقويهم، وانا واثق فيهم ان ربنا هينصر الاهلي. وفي الاخر المطاف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا متفائل الدوري للاهلي باذن الله رب العالمين يعني. والف شكر تاني لمجلس الاداره وكل الدعم من الجماهير، وبتمنى الجماهير تحضر الماتش الجاي
وتشجع مجلس اداره وتشجع اللعيبه. والدور بقى جه دلوقتي على اللعيبه، الدور جه على اللعيبه، اللي كان بيقول مستقصدني واللي كان بيقول مقعدني واللي كان بيقول مش عارف ايه، كل ده خلاص اتشال. نقدر نعمل بقى منافسة جديدة، ونقدر نثبت قدراتنا، ونقدر نقول احنا فعلا لعيبة كويسة، بس ما كانش المدير الفني حاططنا في باله كده. اتمنى عودة الروح، عودة رجالة الاهلي، لعيبة الاهلي، خاصة اشرف بن شرقي، جريدشار، وسام ابو علي، قفشة، عمرو السولية، علي معلول. يا رب يا رب يا رب نقدر نشوفه قريب. بقية اللعيبة طبعا كانت بتشارك ومفيش منهم مشكلة، وعارفين مستواهم، وكانوا بيدوا وبيقدروا اللي بيقدروا عليه بيعملوه. وعلى مجلس إدارة الأهلي بقى يقفل موضوع الصفقات بتاع اللعيبة. اللي عايزين يجددوا العقود يجددوا لهم، ونخلص من الموضوع دوت، ونقفل على فريقنا. وإن شاء رب العالمين الفترة الجاية أنا متأكد إن شاء الله إن شاء الله هتبقى فترة كويسة وأحسن. شكرا محمود الخطيب، شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي، كل الثقة والدعم في كابتن محمد يوسف المدير الإداري للنادي، وكل الثقة والدعم من المدير الفني عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني عماد النحاس، والمدرب أيمن شوقي. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت أتمنى يعني لو الجهاز ده هيكمل نجيب معاهم خالد بيبو مدير كورة و... والدنيا تمشي. مع اني كنت اتمنى جدا ان سيد عبد الحفيظ يرجع، بس انا شايف ان محمد يوسف هيقدر يقوم بنفس الدور ان شاء الله ويأديه. و... ويا رب يكون خير ان شاء الله، وكل المساندة وكل الدعم، جماهير الاهلي في ظهر الاهلي، لعيبة الاهلي هتبقى رجالة ان شاء الله. الجهاز الفني ان شاء الله يقدر يقدم مباريات كويسة الفترة الجاية. يا ريت يروحوا كاس العالم ويشرفونا، ويبقى حاجة مصرية خالصة. ما كانش يبقى نتأنى برضو ونجيب مدرب كويس على مستوى عالي. و... وبالتوفيق ان شاء الله، وشكرا لحضرتك.